أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناة الأخبار الجزائرية. ما تنساوش تدعمونا بجام واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. من هو الطيار الجزائري الذي تمكن من مراوغة الجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى فلسطين وتحدى الجيش الإسرائيلي؟ ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل لا تنسى أن تدعمنا بجام واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس على كل الإشعارات لكي يصلكم كل ما هو جديد وحصري يخص الجزائر. إذن وبعد العمل البطولي والرائع الذي قام به الطيار الجزائري، حيث تمكن من الهبوط بالطائرة في منطقة ضيقة جدا رغم عملية التشويش على الرادارات من قبل الجيش الإسرائيلي والتي كانت تستهدف إسقاط الطائرة الجزائرية، يتساءل الجميع من هو هذا الطيار الشجاع؟ أولا، هذا الطيار الشجاع ينتمي إلى الجيش الوطني الشعبي، وهو صقر من صقور القوات الجوية الجزائرية، ولم يتم الكشف عن اسمه وهويته لحد الآن، ولم يقم بأي تصريح مع القنوات التلفزيونية الرسمية. وكل ما يتم تداوله بخصوص تصريحات هذا الطيار والتصريحات المنسوبة له هي أخبار غير صحيحة ومغلوطة. ولكن هناك صورة منشورة للوفد الجزائري والذي سافر من أجل نقل المساعدات إلى فلسطين، وهذا الطيار من الممكن أنه يتواجد في هذه الصورة بزي العسكري أثناء شحن المساعدات إلى الطائرة. فما رأيكم؟